طريقة الفراخ دي تاخد جايزة أحلى فراخ في الحياة، ما أكلتش في جمالها قبل كده. ألذ وأسهل طريقة لصدور الدجاج، 12 دقيقة بالظبط وتكون جاهزة معاكم، وطعمها مش هتتخيلوه. معايا صدور دجاج بشرحها بالسكينة سمبوكسات زي ما انتم شايفين كده، بس ما بنزلش بالسكينة لتحت، يا دوبك بس لحد نص الصدر. بتبلها بملح وفلفل اسود وبعد كده ببدرها بالدقيق، وفي طاسة على النار بحط معلقتين من الزبدة ومعلقتين من الزيت، عاوزينها تاخد لون من الناحيتين، تاخد لون حلو كده نقلبها على الناحيه التانية. بنحط كمان قطعه زبده ندوب بيه الحاجات اللازقه دي، وهنحتاج 5 فصوص من الثوم، وانا مستخدمه ثوم كبير، تقدروا تستخدموا كمان اكتر من كده. نحطها بقى في النص كده تقليبه. معلقه كبيره من الصويا صوص، خفيف او تقيل مش فارقه. 5 معالق كبيره من العسل، ايوه زي ما سمعتوا كده، العسل الابيض العادي اللي هو عسل النحل العادي، هي زي السويت اند ساور كده، تقدروا تقللوا العسل شويه لو حابين. ناخد بقى من الصوص ونحط على الفراخ كده علشان خاطر تشرب التتبيله، ونزود شويه ميه ونغطيها بقى ونسيبها متغطيه 5 دقائق 7 دقائق ولا حاجه، المهم الفراخ تستوي. تابعوها، ممكن تزودوها ميه تاني لو احتاجت لحد لما تستوي تمام. واخر حاجه خالص بقطع شويه شايفز كده، شايفز اللي هو الثوم المعمر، هو حاجه شبه البصل الاخضر كده، مش ثوم، اسمه الثوم المعمر شايفز، بس ممكن تقطع بصل اخضر عادي. نحط عليها رشه كده ونغطي على نار هاديه. تاخدوا بقى من الصوص اخر حاجه بقى وتحطوا عليه كده. بصوا الصوص اتكرمل ازاي، بيتكرمل بيبقى لونه يجنن، العسل مع الصويا بيطلع الصوص الرهيب اللي انتوا شايفينه ده، مش عايزه اقول لكم طعمها عامل ازاي. اي حد بيحب السويت اند ساور واي حاجه بيبقى فيها تسكيره كده والمأكولات الاسيويه هتعجبه قوي الوصفه دي. قدمتها بقى مع ستيكي رايس او مع رز ابيض، هي بتتاكل برز تجنن. جربوها ولي رايكم فيها.